يعني عندك قوة على الأرض. احنا مهمشين على صعيد الشمال. من أصاب أحمد وأين أخطأ؟ ما في رجل مناسب بالمكان المناسب. من الأقوى؟ إذا فيهم يعملوا أحسن مني يعملوا أحسن مني. نعم. أبدا أبدا ما في مستقبل. تراجع من فشل إلى فشل، وأكبر دليل على كلامي وين وصل له منتخب لبنان. وهذا القرار ما له قيمة يعني. بصراحة ما بلاقي حدا بينافسني. أحمد فردوس ما بيحد من نشاطه إلا رب العالمين وبس. مرحبا، برحب فيكم مشاهدينا بالحلقة الأولى من بودكاست أبديتس. الشخصية اللي رح نستضيفها اليوم شخصية مميزة وبارزة بعالم الرياضة على الساحة الطرابلسية والشمالية. أكيد عرفتوها، الكابتن أحمد فردوس. شخصية أحمد فردوس منها شخصية عادية، شخصية قوية، بل شخصية ما بتعرف إلا الإصرار والمتابعة والتقدم والتطور والنجاح. شخصية لا بتكل ولا بتمل، شخصية بتتمتع بقوة الإرادة والذكاء الحاد. تعرفت على الكابتن أحمد لأول مرة عام 2006 وقت زار أستراليا ممثلا لدولة رئيس الحكومة آنذاك نجيب ميقاتي. اليوم رح نتحدث مع أحمد عن مسيرته الرياضية والاجتماعية وعن تجاربه الغنية كأمين عام لاتحاد أبناء الشمال بأستراليا، بالإضافة إلى دوره الفعال في دعم لبنان خلال الأزمات. كما رح نستعرض أيضا مسيرته بالمناصب الرياضية ونناقش التحديات يلي واجهها وأسباب عدم ترشحه ببعض الانتخابات وتأثير القرارات الأخيرة للاتحاد اللبناني على نشاطاته. أيضاً رح نستعرض رؤيته لمستقبل الكرة الشمالية واللبنانية وكيف بيقيم علاقاته مع رؤساء الاتحاد يلي تولوا المناصب بعده. وطبعاً هناك مواضيع أخرى رح نتطرق لها خلال حلقتنا مع الكابتن أحمد فردوس يلي بعتبره مثال للتفاني والإصرار في عالم الرياضة. فهو رئيس جمعية التضامن الشعبي في الشمال منذ العام 2005، منسق جمعية CCPA الدنماركية من عام 2009 لغاية 2011، أمين عام لجنة منطقة الشمال في الاتحاد اللبناني لكرة القدم من العام 2011 ولغاية العام 2013. وأيضاً أحمد فردوس هو أمين عام اتحاد أبناء الشمال في أستراليا فرع لبنان منذ العام 2019 ولغاية الآن، ممثل جمعية طرابلس الفيحاء في أستراليا منذ العام 2014 ولغاية العام 2022. ومش أخيراً هو رئيس تضامن الأندية الرياضية لكرة القدم في الشمال منذ العام 2017 ولغاية الآن، مؤسس مجلة كورنر الرياضية منذ العام 2013. اللي بده يقرأ سيرة ذاتية غنية مثل هيدي عن الكابتن أحمد فردوس أكيد بدنا نلبس عوينات. كابتن أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك ست نادين. برحب فيك عبر منصة أبديتس، وحبينا تكون الإطلالة الأولى مع حضرتك تكون هيك عن الرياضة لحتى نبلش بروح رياضية ونعطي حماس وقوة وطاقة إيجابية لكل مشاهدينا. أحمد اسم الله عليك، أي متى لحقت تعمل كل هودي؟ أول شيء أنا بتشرف أن تكون الحلقة الأولى لحضرتك هون هي مستضيفتي لي أنا شخصياً. تاني شيء بدي أتشكرك على المقدمة الحلوة، وبدي أتشكر فريق العمل يلي معك على المجهود الكبير، وإن شاء الله بتكون حلقة مميزة بنحكي فيها من القلب للقلب بدون كفوف. أكيد، لأنه ما تعودنا إلا نحكي الصدق واللي هو واقع على الأرض. طبعا اكيد رح نحكي الصدق ورح نحكي كل شيء جديد بما انه اسم برنامجنا ابديت. خلينا نبلش شوي من البدايه. بدايتك يمكن طبعا بلشت بلبنان، ولكن خلال زيارتك لاستراليا يمكن بينت اكثر، ظهرت اكثر، عملت نشاطات اكثر. بال2006 لليوم كيف كانت هالنقله النوعيه وقديش قدمت لك استراليا أو أضافت لك؟ حقيقة أنا كان لي الشرف أنه بسنة 2006 زور أستراليا لأول مرة. نعم. ومثل ما تفضلتي ممثل دولة الرئيس نجيب ميقاتي آنذاك بدعوة اجتنا من نادي أوبن الرياضي. نعم.
طبعا نادي اوبن انا تعرفت عليه بسنه 2004 لما زاروا لبنان لهون، وحقيقه انا استضفتهم، وكانت الغايه يعني من استضافتهم هي غير انه موضوع الرياضه، لانه كانوا مجموعه شباب من اصل لبناني خلقانين باستراليا ما بيعرفوا لبنان. طبعا حبينا نأرجي الوش الحقيقي للبنان، والحمد لله كانت زيارتهم ناجحة جدا 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 على كل الأصعدة، رياضيا واجتماعيا وكل شيء بدك يعني هذا. ولما راحوا على استراليا حقيقة نقلوا اللي شافوه الصورة الحلوة عن لبنان لأهاليهم ولمجتمعهم، وحبوا بال 2006 يبعثوا لنا دعوة لحتى نزور استراليا، وكانوا عندهم حفلة سنوية. وطبعا الدعوة اجت للرئيس نجيب ميقاتي آنذاك، والرئيس وقتها حب انه روح انا مثله، وحقيقة رحت على استراليا ومثلته، وكان زيارة ناجحة جدا جدا. نعم. ومن بعدها زرت أستراليا 8 مرات، بكل زيارة شو كنت تقدم؟ صحيح، من بعدها كمان توالت الدعوات لألي، وصرت روح على استراليا وانشأت يعني مشروع رياضي مع الجالية اللبنانية باستراليا، بوجه لها كل تحية. طبعا جمعيات وشخصيات ورجال أعمال. والمشروع حقيقة اللي هلا حاليا أنا مستمر فيه هو نتيجة أو ثمرة هيدي الزيارات اللي كنت روح فيها على استراليا، وحققنا كتير نجاحات يعني باستراليا والكل بيعرف فيها يعني، وحضرتك انت على اطلاع كامل نعم. باللي كان عم بيصير. وكان الهدف منا انه نحن يعني نجمع اكبر عدد ممكن من هالاطفال وهالشباب، ونأمن لهم خلال الصيفيه الاربع اشهر الصيفيه، بدل ما يروحوا على يلعبوا بالازقه وبالحواير، انه نجيبهم على ملاعب الرياضه اللي هي بتجمع الكل، واللي هي بتعمل شيء مفيد للإنسان. والحمد لله يعني قدرنا نستقطب أكبر عدد ممكن، وصلت لأكثر من 2000 لاعب. حلو. كل سنة من طبعا من لباس وكله مجانا، هذا على حساب يعني أهل الخير والجمعيات الاسترالية اللي كانوا يستضيفوا. توليت أحمد منصب أمين عام اتحاد أبناء الشمال بأستراليا، وكنت المسؤول المباشر عنه مع بعض الشخصيات بلبنان، وكان لكم دور كبير بتقديم المساعدات خلال الأزمة يلي حصلت مؤخرا بلبنان، وما زالت أنا برأيي الأزمة لم تنتهي بعد. خبرنا شوي عن هذا الموضوع. لي الشرف أن أكون أمين عام هذا الاتحاد فرع لبنان من لما تأسس. طبعا خلال الأزمة اللبنانية، وخاصة لما صارت الثورة، نعم، وبعدين قصة كورونا، الاتحاد لعب دور كبير كتير من تقديم خدمات مثل الأدوية، مثل مساعدات اجتماعية، نعم، مثل علب الحليب للأطفال اللي انقطعت فترة كبيرة، نعم، مثل مكانات الأكسجين أيام الكورونا. وقدرنا بفضل الله عز وجل وفضل الخيرين هونيك ونشاط الأعضاء بهذا الاتحاد أنه نقدر يعني نقدم لو جزء بسيط، بس كان حقيقة مفعول كبير على الناس وعلى أهلنا بطرابلس يعني. نعم. لنعود شوي للرياضة، وأكيد هذا الموضوع الأهم عندك. أحمد، توليت العديد من المناصب الرياضية الرسمية كأمين عام للجنة منطقة الشمال، وأيضا كنت أول رئيس لاتحاد الشمال الفرعي لكرة القدم. حدثنا شوي عن هذه التجربة تحديدا، كانت ناجحة؟ كانت شوي فيها بعض يعني التحديات ربما؟ والله أنا بدايتي أستاذة نادين، أنا ما بقى على حولي إلا أنا بملاعب الرياضة من أنا وصغير. حقيقة أسست تضامن الأندية الشعبية اللي بتعنى مباشرة بكرة القدم، وبتعنى بالأندية الشعبية هيدي الأندية الفقيرة اللي بتطلع من الحوير ومن الضيع ومن هالمناطق هيدي، وجبناهم على ملاعب الرياضة لحتى يلعبوا رياضة. هلا من بعدها بسنة 2011 ترشحت للجنة منطقة الشمال. لجنة منطقة الشمال اللي هي تابعة مباشرة للجنة التنفيذية ببيروت، وتوليت أمينة العام فيها من سنة 2011 ل 2013. نعم. وكانت تجربة يعني معلش إذا أنا بقول ناجحة، العالم هي كمان بتقيم يعني. عملنا نقلة نوعية بوقتها، وحقيقة يعني طورنا الأندية. كانت الأندية عبارة عن يعني عدة لاعبين تتجاوز أعمارهم
ال 30 و 35 سنه. نعم. عملنا نشاط حلو كتير كتير والحمد لله نجحنا فيه. وأسمر بعدين أنه عملت رئيس اتحاد الشمال. وتعرفي الرياضة بدها غير أنه بدها خبرات، بدها مادة كمان. نعم. اليوم معك أنت أسرع سيارة بالعالم وما في بنزين ما بتمشي. اليوم الرياضة بحاجة لمادة، بحاجة لمين يدعمها، بحاجة لسبونسر. يعني من يدعم النوادي الإشميلية؟ لا أحد؟ فيني أفهم؟ حاليا لا أحد. يعني الاتكال لأنه ذاتي يعني. لأنه المؤسسات ما فيها الاستقرار، ما فيها الشغل المضبوط. طبعا ما في يعني ما في إنتاج حتى يكون في دعم. وبعدين بدي مرق شغلة يعني أغلبية الأندية للأسف هن أندية معلش يعني لو زعلوا مني ما بدنا نزعل حدا اليوم. قيمين لا نحكي الصراحة. نعم. قيمين علي ما عم بيتصرفوا كنادي. يعني شو النادي؟ النادي هو إدارة، النادي هو هيئة عامة، النادي هو لاعبين، النادي هو جمهور. معظم الأندية يعني ما تخزيني بهالكلمة هن مرتبطين بشخص واحد. نعم. وهول ما بيكفوا، هول ما بيكفوا. ما هذا مفهوم النادي يعني للأسف يعني. عرفتي كيف؟ طيب من مين بتطلبوا التمويل؟ العتب اليوم على مين؟ هلا هو اجمالا المفروض وزاره الشباب والرياضه نعم. يكون لها دور بدعم الانديه، ولكن للاسف وضع لبنان المادي ما بيسمح. يعني بدي مرق شغله هون. بسنه 2013 نعم. تولى الوزير فيصل كرومي وزاره الشباب والرياضه لمده 3 سنين. وكان لي دور كبير انا طبعا بمجهودي الشخصي كمان علاقاتك. علاقاتي مع الوزير فيصل كرومي. جبنا خلال 3 سنين مساعدات لكل الأندية. وبوقت الأندية يعني وقفت على إجريها شوي. من بعدها وقفت كل شيء، وقف كل شيء. جربتوا تطلبوا دعم من مثلا بلديات أو بلدية طرابلس أو نواب المنطقة؟ ستنا البلدية كمان لها دور ولازم تدعم الأندية. نعم. ولكن الأمور كلياتها معلقة ببعضها. كل الامور معلقه ببعضها. يعني بتلاقي البلديه بتيجي تطلب منا بتقول لك ما في يمكن عم تدفع اجار الموظفين تبعونا. عرفتي كيف؟ بقى انا بنصح الانديه كلها تتكل على ذاتها وتتكل على منطقتها وعلى جمهورها، لانه هذا الوحيد اللي ممكن يامن لها الاستمراريه والديموميه. نعم. طيب أحمد، رغم كل هالإنجازات يلي قمت فيها حضرتك، ما ترشحت لانتخابات اتحاد الشمال الفرعي عام 2017. يعني رغم يعني عندك قوة على الأرض بعالم الرياضة وعندك مسيرة طويلة وعندك نجاحات، شو هي الأسباب يلي جعلتك ما تترشح؟ هذا سؤال حلو كتير كتير. لأنه في كتير ناس ما بيعرفوا انه انا بال 2017 انا ما ترشحت. بيفكروا انه انا ترشحت وما نجحت. نعم. وقال هي لا ما القصه. حقيقه الاتحاد الفرعي يلي استلمته انا من 2013 ل 2017 كان من انجح الاتحادات على صعيد لبنان. وهذا يعني معلش هذا بيشهد له الكل. نعم. حتى رئيس الاتحاد السيد هاشم حيدر كان يقول انه اتحاد الشمال انجح اتحاد على صعيد لبنان. وكنا لما نعمل اجتماعات يقول لهم شوفوا شو عم بيعمل واعملوا مثله. وهذا شيء شرف لنا يعني حقيقه. ولكن اتحاد الشمال الفرعي هو يعني امكانياته محدوده كثير. نعم. الشغل كلياته هو ببيروت باللجنه التنفيذيه. هلا انا من 2013 ل 2017 عملت الماكسيموم. نعم. اكثر من هيك ما بقدر اعمل. وحبيت يمكن من النوادر لما بيجي شخص على منصب وبينجح فيه وما بيعود بيترشح لألو. أنا حبيت رشح فريق يعني كانوا من الناس اللي اشتغلوا معي. نعم. وشفت انه فيهم الكفاءة وفيهم الخير، وانا كنت انه على اساس ده اللي دعمهم يعني، وانا اترشح على اللجنة التنفيذية لحتى يكون في تكامل بالعمل. ولكن بنفس الوقت يعني خلال نفس الفترة إذا فينا نقول ترشحت لانتخابات اللجنة التنفيذية لوقتها، مثل ما تفضلت وقلت من شوي انه ما حسيت في شوية تناقض او ليش ما ترشحت هونيك حبيت ترشح باللجنة التنفيذية؟ ما أنا أستاذة نادين قلت لك اتحاد الشمال الفرعي إمكانيته محدودة، بس هذا هو السبب يعني بفهم. بدي أوصل لهالنقطة. ترشح على اللجنة التنفيذية لحتى تطور، في عندك لحتى تطور العمل أكثر، لحتى ادعم الشمال أكثر، لحتى تجيب حقوق الشمال
يعني بشكل افضل، عرفتي كيف؟ طب سبقت على سؤال بدي اساله، يعني اليوم كرة القدم على صعيد لبنان اي منطقة الأقوى؟ هل يعني الأولوية دائما لبيروت للعاصمة او للضياع او لمدينة طرابلس او للشمال؟ من الأقوى؟ حقيقة الأقوى اللي بيملك المال والنفوذ. نحن للأسف بالشمال لا نملك المال كأندية عم بحكي، نعم. ولا نملك النفوذ. شو اللي بينقص حتى ما تمتلكوا النفوذ؟ حقلك شو بعدين. نحن حقيقة نحن من 40 سنة، من 40 سنة نعم. ونحن مهمشين على صعيد الشمال بالاتحاد اللبناني. نحن بالاتحاد اللبناني ما قلنا قوة، ما قلنا قوة، ما قلنا سلطة. يعني أنا بس بدي أقول لك شغلة، معلش يخلي كمان الجمهور يعرفها. نحن للأسف يعني لبنان مقسم طائفيا، يعني والمراكز مقسمة طائفيا، مع أنه مع العلم أنه الرياضة ما لازم تدخل فيها لا الطائفية ولا المذهبية ولا شيء أبدا أبدا، الكفاءة. نحن كان لنا على طول نائب الرئيس الأول بالاتحاد اللبناني. للأسف نحن تنازلنا عن هذا المنصب. كان على طول نحن يكون لنا لجنة المنتخبات. نعم. بالاتحاد اللبناني كمان للأسف نحن تنازلنا عن هذا المنصب. فإذا نحن حاليا ما قلنا شيء بالاتحاد اللبناني. نحن اليوم عندنا عضو باللجنة التنفيذية هو الأستاذ هيثم نحلي، اللي أنا بحترمه أخ وصديق عزيز، ولكن آخر شيء مستلم لجنة الشاطئية. يعني معلش يعني شو لجنة الشاطئية؟ وما في موظف، وما في موظف لنا بالاتحاد. نعم. هونيك مركز القوة، هونيك مركز القرار. هيدا اللي جعلك تترشح لانتخابات البلدية؟ هلا انتخابات البلدية شيء ثاني. انتخابات البلدية أنا ما ترشحت للبلدية طبعا. لا، ربما يكون عندك نفوذ تقدر تساعد الرياضة أكيد أكثر. أكيد ما هو هذا اللي بدي أوصل لك يعني. نعم. أنا ما ترشحت للبلدية طبعا بالبلدية. أعمل عضو مجلس بلدي مع احترامي لكل الأعضاء. نعم. أنا زلمة عندي مشروع رياضي، وأنا كنت الوحيد من بين المرشحين يلي كان عامل مشروع وبرنامج وقدمته للناس. هو برنامج رياضي، هو اختصاصي. نعم. أنا يمكن ما بفهم بالهندسة بس بفهم بالرياضة. صح. ما بفهم بالطب، بفهم بالرياضة. بس ما معناته ما بقدر ساعد بمحلات تانية، بس أنا شغلي هو الرياضة. وأنا كنت فايت على هالأساس ومترشح على هالأساس لحتى أدعم الرياضة، وما بس كرة القدم. اللي بيفكرني إنه أنا بس كرة قدم بيكون غلطان. أنا بشتغل رياضة على أنواعها، كرياضة على جميع أنواع الرياضة. لأنه هدفي قلت لك أنا انه نستقطب اكبر عدد ممكن من هالاطفال وهالشباب ونجيبهم على ملاعب الرياضه او على اماكن الرياضه لحتى يبتعدوا عن كل الموبقات والرذائل اللي عم تجتاح المجتمع بشكل كبير. نعم. مؤخرا يعني يمكن من 6 أشهر كان في عندك مشروع مهم او اكثر شوي قمت فيه على صعيد الانديه بشمال لبنان، خبرنا عنه. ما هو يعني من بعد الانتخابات البلديه، طبعا من قبله يعني، بس من بعد دخول البلديه فكروا الناس انه يمكن اذا احمد فردوس ما نجح بالبلديه انه هلا حي يعني ينزل يقعد على جنب. لا، انا دغري خلصت الانتخابات من هون اقمت بطوله اشترك فيها 110 فرق، اكثر من 1650 لاعب استفيدوا منها. دلت على شيء 4-5 أشهر عملنا له احتفال كبير كتير. وهيدا المشروع تبعي يعني، وهيدا لغايته. وهلا حاليا كمان في عندي بطوله كمان مشترك فيها. هذا بدنا نحكي عن المستجدات. كمان عندي بطوله، الكابتن احمد فردوس. عندي بطوله، والبطولات ما حتوقف ولا حتضل على مدار السنه. شو البطوله اللي جايه؟ شو بتخبرنا عنها؟ هلا البطوله اللي احنا فيها كمان بطوله دوري عام، ويعني بطوله. كم عدد الانديه المشاركه فيها؟ هلا حاليا 42 نادي، 42 نادي عم بيلعبوا، وبتستمر تقريبا شي 4 أشهر، ومن بعدها في بطولات تانية. يعني مثل ما قلت لك انا هذا النشاط ما حيوقف باذن الله. يقال انه قرار الاتحاد اللبناني الاخير يلي شوي بحد من مشاركه اي حكم او لاعب او فريق باي دوره، كانت حتى لو كانت حتى شعبيه يمكن بيربطها بموافقه الاتحاد. هدفه ما بعرف، يمكن النيل من نشاطات على الصعيد الشخصي او حتى يمكن ما بعرف
شو اللي هي بتقرر انه تحد منه، انت بتوافق بهذا الرأي او لا؟ أول شيء أستاذ نادين، هذا القرار ما له أهمية، لأنه هذا قرار غير شرعي يعني. نعم. لأنه اليوم أنا عم بشتغل أندية شعبية، ما لي علاقة بالاتحاد الرسمي. يعني أنا ما بعرف كيف طلعوا هذا القرار ومين بدهم يمنعوا. هن فيهم يمنعوني أنا لا يعني غياب أحمد فردوس اليوم ما رح يأثر على لا أنا حقول لك شو الهدف كان منه. نعم. الهدف منه إنه يمنعوا أي شخص بيتعاطى بكرة القدم إنه يتعاون معي. هذا الهدف منه، بس هن مغلطين بالعنوان. ليش؟ لأنه أنا أصلاً المشروع تبعي هو للأندية الشعبية يلي ما لها أي علاقة بالاتحاد الرسمي. نعم. يعني ما لهم سلطة عليهم، ما لهم سلطة عليهم. بقى هذا القرار ما له قيمة يعني. بعدين أحمد فردوس ما بيحد من نشاطه إلا رب العالمين وبس. أكيد بدنا إياك دايما بالنشاط الهمة. طيب أنت كيف اليوم توصف علاقتك برؤساء الاتحاد يلي جربوا يستبعدوك؟ علاقتك ما زالت كويسة معهم؟ لا، رؤساء الاتحادات اللي اجوا من بعدي اللي من بعدك من بعدي. طب العلاقة الماضية انتهت؟ ما جربوا يستبعدوني، لانه هن اخر شيء اخوه واصدقاء واعزاء. هن اجوا. لا يعني اللي تجربوا او لا انتبه، في فرق بين الاتحاد الفرعي هون وفي فرق بين اللجنه التنفيذيه ببيروت. القرار اللي صدر هو نعم. صدر عن اللجنه التنفيذيه ببيروت. اوكي. هلا طبعا هن هون نفذوه يعني رغبه بالقرار اللي صدر من بيروت. طلع. نعم. والا لو كنت انا محلهم ما بنفذوا، لانه ما له قيمه. هن بالشخصي اصدقاء واصحاب واعزاء، ووجه لهم كل تحيه. طيب كيف اليوم علاقتك مع الجميع؟ على ساحه، على الصعيد الشمال كله يعني؟ انا بالنسبه لي علاقتي جيده مع الكل. يعني ما رح نذكر اسماء، ولكن أوكي. كيف اذا بتحب تذكر اسماء؟ لا ما بس. انا علاقتي جيده مع الكل. نعم. وما بضمر اي ضغينه لحدا. نعم. يلي هو عنده مشكل معي هذا هو شأنه. مع العلم انا بآمن بالمنافسه، والمنافسه مشروعه ومطلوبه. هن اللي متضايقين مني يجوا يعملوا احسن مني، ما بس يقعدوا ينتقدوني. يعملوا احسن مني، اذا فيهم يعملوا احسن مني يعملوا احسن مني. نعم. بعد 30 سنه بنشاطات مستمرة، لم يتوقف يوم أحمد فردوس أو الكابتن أحمد، أنا بحب ناديك الكابتن أحمد، ما توقفت يوم. كيف اليوم بتوصف حالك رياضيا؟ وين أصاب أحمد وأين أخطأ كابتن أحمد فردوس؟ أكيد كلنا بنغلط وكلنا بنعمل أشياء حلوة. كيف بتقيم نفسك اليوم على الساحة الرياضية؟ الرياضة ست نادين هي دم بيجري بعروقي. أنا خلقت بملعب الرياضة وانتشأت عليها وما زلت مستمر فيها. أنا ما أخذت الرياضة لمنافع شخصية لحتى استثمر فيها. نعم. أنا أخذت الرياضة من باب إنه بحسها إنه حاجة لكل طفل، لكل ناشئ، لكل شاب إنه يمارسها. وفوائد الرياضة كبيرة كتير كتير. وأكبر دليل اليوم أنا مدير مجموعة قدماء نادي الشراع. هيدي المجموعة يلي كنت من 45 سنة، ما هيدا نتحدث عنه. نعم. كنا نلعب مع بعض. يعني هول اللي هلا نحن جامعينهم هن 6 أجيال مرقوا على نادي الشراع. واو. بقى أنا هذا هدفي. وقدرتوا تجمعوا بعضكم بعد غياب هالسنين. لحديت هلا نحن اصدقاء واصحاب واحباب. هذا من وراء شو؟ من وراء ملاعب الرياضه. نعم. مشان هيك انا بتمنى من كل من اولادي ومن كل الاحباب والاصدقاء والشباب انه يخطوا هيدي الخطوه ويضلوا ماشيين بموضوع الرياضه، لانه مثل ما قلت لك هي اسرع وسيله واسرع طريقه لحتى نبني جيل للمستقبل. نعم. هلا وين اصبت ووين اخطات؟ نعم. اصبت عندما أنشأت تضامن الأندية الشعبية لكرة القدم. وأخطأت لما فتت على المجال الكروي الرسمي بلبنان للأسف. ليش؟ لأنه للأسف ما في رجل مناسب بالمكان المناسب. للأسف 40 سنة
القيمين على لعبة كرة قدم بلبنان السهم موجودين، وهن من تراجع، من فشل إلى فشل. وأكبر دليل على كلامي وين وصل له منتخب لبنان. أكبر دليل على كلامي أنه ما عندنا منشآت رياضية تعنى بكرة القدم على مستوى الرسمي. يعني إذا منتخب لبنان بده يلعب بيروح بيلعب ببلد تانية. طبعا أنا ماني عم حمل كل المسؤولية للقيمين على الاتحاد، ولكن ولا للاعبين، ولكن هن عندهم السلطة. نعم. وهن بمركز القرار، وهن قادرين كانوا يسعوا لحتى يبنوا بنية تحتية يلي هي الأساس والعمود الفقري بنجاح أي لعبة. كابتن أحمد، تحدثنا بالبداية، قلت لي إنه شوي يعني ما بتعتبر إنه الرياضة في الشمال أو يمكن كرة القدم بخير. هلا رح أسألك سؤال معاكس، كيف ترى مستقبل رياضة كرة القدم أو يمكن كل أنواع الرياضة في لبنان أو في الشمال تحديدا؟ هلا طبعا أنا بتمنى تكون بأحسن حالاتها. نعم. ولكن قلت لك هذا الشيء مرتبط أول شيء بالوضع السياسي والاقتصادي بالبلد، وثاني شيء بدهم يقتنعوا المسؤولين عن اللعبة هيدي انه يعني يطلعوا من عمق الزجاجة اللي حاطينها فيه. نعم. وينفتحوا ويكون عندهم يعني أهداف للمستقبل، ما يكون شغلهم كيدي، ما يكون عملهم يعني آني، ما يكون انه والله بس لحنا او لاحد. ما بيمشي الحال هيك. هذا اللي وصل اللعبة لهون بصراحة يعني. سؤال جريء للكابتن أحمد فردوس، من ينافس الكابتن أحمد اليوم على الساحة الشمالية بعالم الرياضة أو الأندية؟ أنا بصراحة ما بلاقي حدا بينافسني، وما أنا شفت حال، لأنه هذا أنا وكل بيعرف هيك. نعم. يعني أنا اليوم ما تغزيني بهالكلمة عم بشتغل بمجهود فردي. نعم. دون أي إمكانيات، وعم بعمل كل هالنشاطات هيدي. أنا لا عندي بلدية مغطتني، لا عندي جهة سياسية مغطتني، لا حاليا ما عندي حدا مغطوني نهائيا أبدا أبدا. إلى ماذا تطمح؟ والله أبدا، أكثر ما في بطمح إنه شوف مثل ما قلت لك هالأطفال وهالشباب كلياتهم عم بيمارسوا الرياضة، وما بس لعبة كرة القدم. يعني أنا بس للتذكير، أنا بسنة 2002 نعم. أنا عملت بطولة من 11 لعبة. نعم. كرة قدم، كرة سلة، كرة طائرة، تنس، سباق جري، سباق بسكليتات، سباحة، بليار، دومة، شطرنج. يعني أنا ما هدفي بس كرة القدم. وحقيقة أنا اليوم لأكي بكل صراحة أنا بعيد كليا عن كرة القدم وتطوير كرة القدم. لأني ماني شايف في مستقبل لها حاليا. أبدا ما في مستقبل حاليا، ما في مستقبل. طب في لاعبين، أنا هذا المشروع اللي أنا عم بعمله صحيح هو بيتعلق بكرة القدم، ولكن أنا قلت لك أنا ما هدفي كرة القدم. أنا هدفي اجمع أكبر عدد ممكن من هالأطفال وهالشباب بملاعب الرياضة، وشوف جيل عم يطلع للمستقبل، جيل مبني على يعني كيف بدي لك هدفه رياضي، لأنه الرياضة هي أخلاق. طب أين الإناث من والصبايا من الرياضة، أو يعني حكيت الأطفال والشباب؟ دايما هلا كرة القدم نعرف إنه هي أكثر للصبيان الصغار أو للشباب أو للرجال، ولكن ببقية أنواع الرياضة أين دور الصبايا والإناث بطرابلس؟ هلا في حقيقة في ناس مشكورين، في أندية، في ناس مشكورين عم بيهتموا بكرة القدم النسائية. نعم. وحقيقة عملوا بصمة وهسه عم بيشتغلوا. بس حاليا بالنسبة لي أنا طبعا خجول يعني، لأنه أغلبيتهم بس بيلعبوا كثير باسكت بول، فولي بول، أكيد بقية أنواع الرياضة يعني بتكون يمكن نسائية أكثر يمكن شوي. صحيح. هلا أنا بتمنى والله، بس حقيقة ما عندي هالإمكانيات. يعني عرفتي كيف؟ يعني هذا كرة القدم الشعبية هي أغذية مثل ما بتقولوا كل وقتي. أنا كنت بتمنى أنه فوت على المجلس البلدي وأعمل لجنة رياضية مؤلفة من كل أنواع الألعاب الرياضية، وهذا كان هدفي وهذا كان مشروعي، لخلي طرابلس والشمال يكون خلية نحل بموضوع الرياضة. نعم.
قبل ما نختم حلقتنا كابتن أحمد، اليوم إذا بده يطلب دعم من أجل دعم الرياضة، أحمد فردوس، من أين تبدأ؟ من مين بتطلب الدعم؟ إن كان لبنانيا أو عربيا أو عالميا، عم يحضرونا بجميع أنحاء العالم. صحيح. أنا والله برجع بطلب من الأخوة والأصدقاء والأحباب بأستراليا خصوصا، نعم. لأنه جالية كريمة، جالية معطاءة، جالية كان لها دور كبير كتير كتير باستمرارية هذا المشروع. نعم. ونجاح هذا المشروع. أنا بتشكر حقيقة الداعمين الأساسيين لهذا المشروع بأستراليا. نعم. من أخواننا الجالية اللبنانية الكريمة، لأنه هذا المشروع لولاهم يعني حقيقة ما تأسس وما استمر، لولا دعمهم، لولا دعمهم ما تأسس وما استمر. نعم. أنا بتمنى منهم يكفوا بدعم هذا المشروع لو بجزء بسيط، لأنه بصراحة يعني ترك أثر إيجابي كتير كبير عندنا هون بالشمال، وحتى على صعيد الجالية بأستراليا. وأكثر من شخصية لبنانية أسترالية كانت تقلي أنه هذا المشروع من أنجح المشاريع يلي اجتنا على أستراليا واللي احنا استثمرنا فيها. نعم. كابتن أحمد، قبل ما نختم هذا اللقاء أكيد لابد من كلمة أخيرة، بطلب منك تطلع بالكاميرا وتوجه كلمة أخيرة لمين بتحب تقولها. أول شيء أنا بدي أتشكرك ست نادين، ومثل ما قلت أتشكر فريق العمل معك على هالاستضافة هيدي. شكرا. الكلمة الأخيرة هي أنه بتمنى من كل اللي عم بيسمعوني وكل اللي بيتعاطوا بالشأن الرياضي يتعيلوا عن الصغائر، يفكروا بالمستقبل، يفكروا لقدام، ما يتطلعوا يعني فيني انه كأنا شخص منافس لهم. انا ماني منافس لحدا. والى مزيد من التقدم والنجاح بكل اعمالك ومشاريعك المستقبليه، وقريبا رح يبصر النور كمان بطوله جديده نحن بانتظارها. كل التوفيق واهلا وسهلا فيك بمنصه ابديتس مع نادين.